بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة بعنوان أكذوبة المذهب الجعفري الشيعي. كما نعلم أنه المسلمين السنة عندهم 4 مذاهب، وفي مذاهب أخرى بالنسبة للمسلمين السنة دي مذاهب فقهية، الحلال والحرام. فجرى اختراع مذهب، جرى فبركته غير موجود أصلا، وأسموه المذهب الجعفري ده عند الشيعة، وألصقوه بجعفر الصادق. جعفر الصادق حفيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا المذهب أسسه واحد اسمه الكليني. الكليني ده راجل فارسي مجوسي من منطقة الري اللي في طهران، والدولة البويهية كانت دولة فارسية قامت في عهد الخلافة العباسية، وأتوا بالكليني: يا ولد يا كليني اكتب لنا كتاب بالمذهب، احنا عاوزين مذهب يبيح لنا الحرب والقتال. الدولة البويهية كانت بتحارب العرب اللي هم العباسيين، طلع فتاوى ضد العرب. بتحارب الأتراك، طلع فتاوى إنه الأتراك يقتلون. فأخذ يصدر الكليني هذه الفتاوى ويلصقها بجعفر الصادق. جعفر الصادق أصلا لا شافه ولا رآه، وجعفر الصادق ميت من 150 سنة. بنجد إنه المذهب الجعفري أو هذا الفقه الجعفري كلما دخل بلدا حصل فيه قتل وحرب أهلية. فالآن البلدان التي تطبق المذهب الجعفري: إيران، العراق، سوريا، لبنان، اليمن. يعني أول ما الفقه الجعفري يدخل فورا يشتعل الحرب الأهلية. وأنا اكتشفت أنه في تعليمات من الدولة العميقة في العالم إلى حكومات العالم الإسلامي: لابد تدخلوا الفقه الجعفري في كتب التعليم وتدخلوها في الجامعات الإسلامية، ويجري تدريس هذا الفقه الجعفري ونشره، وأنه هؤلاء اللي يؤمنوا بهذا الفقه الجعفري والمذهب هذا يجب وضعهم في المناصب الحساسة والمهمة في مفاصل الدولة. وهذا موضوع نخصص له حلقة. طبعا اللي تابع منكم الإعلام يجد أنه في دول أمريكا قررت تدخل هذا الفقه الجعفري فيها. لدينا المغرب، الجزائر، تونس، تركيا، أذربيجان. طب تقول لي أذربيجان شيعة، بس أذربيجان لا يطبقون الفقه الجعفري. أذربيجان دولة علمانية. السعودية، قطر، الكويت، باكستان ودول أخرى يعني في غرب إفريقيا. النشاط المخابرات الإيرانية قوي جدا في غرب إفريقيا، ربنا يسترها يعني. طيب، طبعا الناس تقول لك إيران ليس فيها حرب أهلية. هو إيران حضرتك فيها الشعب الإيراني كفر بالإسلام، وإحنا هنأتي لماذا كفر بالإسلام. فخلاص يا جماعة، يعني يعتبر الإسلام بيموت في إيران يعني. طيب، هو إيه المذهب الجعفري؟ كان يبقى فاهمين. كما نعلم أنه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنجب أولاد كثر، فالشيعة قالوا أن هؤلاء أئمتنا، يعني لابد أنت يكون هؤلاء الحكام، وإن لم تؤمن بهذا فأنت كافر ويجب قتلك. يعني أنت المفروض تقول أن علي بن أبي طالب هو حق بالخلافة ومن أبو بكر رضي الله عنه. يا عم خلاص، علي رضي الله عنه مات وأبو بكر مات وخلاص، يعني هم ال12 ماتوا كلهم الله يرحمهم، وهم 12 أئمة مسلمين صالحين ولا علاقة لهم بهذه الخرافات دي، ألصقت بهم يا جماعة، وإحنا نأتي بالدليل يعني. طيب، فالإمام الثاني الحسن، الإمام الحسين رضي الله عنه، علي زين العابدين رضي الله عنه، محمد الباقر، ونيجي لجعفر الصادق. ده الذي ينسب له أو ألصق به المذهب الكليني أو الفقه الكليني المجوسي، لأنه طبعا هو لو قال هذا الفقه الكليني ومذهب الكليني ولا حد يسمع من الكليني يعني. طيب، كي نفهم أنه في حاجة عند الشيعة اسمها الكتب الأربعة. الكتب الأربعة هي مصادر الدين الشيعي. أنت والفقه الجعفري، فأي مرجع في ملال إيران أنا عاوز أتشيع يقول لك خش على الكتب الأربعة، وليس القرآن، يعني ده أهم من القرآن. الكتب الأربعة دول: في كتاب اسمه الكافي، كتاب اسمه من لا يحضره الفقيه، كتاب اسمه تهذيب الأحكام، كتاب الاستبصار. كل هذه الكتب هي عبارة عن فتاوى اقتل اقتل. ولذلك هتجد القتل شغال في سوريا، والقتل شغال في لبنان، والقتل شغال في العراق، والقتل في إيران، والقتل في اليمن، لأن هو ده تنفيذ الكتب الأربعة. طيب، الكتب الأربعة دي إيه الدليل بقى إنه جعفر الصادق ملوش أي علاقة؟ إحنا لما نركز في الكتب الأربعة هنجد إن كلها تم تأليفها من فرس، وكلها تم تأليفها في العهد الدولة البويهية الفارسية.
مثلا الكتاب الأول اسمه الكافي، ألفه واحد فارسي اسمه الكوليني، ألفه سنة 321 هجرية. الكتاب الثاني اسمه التهذيب، ألفه الطوسي، توفى 413 هجرية. طيب الكتاب الثالث اسمه الاستبصار، ألفه أيضا الطوسي. طوسي نسبة لطوس في إيران اللي هي مشهد إيرانية. كتاب اسمه ما لا يحضره الفقيه لواحد أيضا إيراني اسمه هو الشيخ الصدوق، أو توفى 370 هجري. نركز كده في التواريخ دي يا جماعة. طيب هنا خريطة الدولة البويهية. الدولة البويهية قامت من كام؟ من 320 هجري إلى 440 هجري. فالكتب الأربعة تم تأليفها بتكليف من هذه الدولة بالضبط. أي حاكم اليوم بيأتي ب، واحنا بنشاهد، انت ألم نشاهد الشيخ الذي أفتى قال لك ان الملك لو ظل يزني على التلفزيون كل يوم نصف ساعة فيجب السمع والطاعة له. ولكن هذا الشيخ هو لم يقل ان هذا حديث عن الرسول، ولم يقل ان هذه آية قرآنية. طيب لا، هو الدولة الوهابية كانت بتعمل حاجة أسوأ، ان هي بتخترع حديث وتقول ان هذا قاله جعفر الصادق، وجعفر قال هذا عن جده الرسول. فهمنا؟ فدي الكارثة. احنا بنعيش آية تزييف فتاوى، انه الحاكم رئيس الدولة او الملك بيطلع المشايخ اللي عنده يقول له اطلع فتوى بكذا، ان هؤلاء مفروض نحارب الكويت، نحارب العراق، نحارب كذا، ويقولوا والله في آية في القرآن واحنا فاهمين الآية كذا، لكنهم لا يؤلفون آية غير موجودة ولا يؤلفون حديثا غير موجود. طيب هنا الدولة البويهية اهو. طب جعفر الصادق كان مقيم فين؟ في المدينة المنورة، عاش 80 هجرية ل 148 هجرية. مفروض مين اللي ينقل لنا مذهب جعفر الصادق؟ أهل المدينة المنورة. مين اللي يكتب كتاب عن فقه جعفر الصادق؟ تلاميذه فين؟ في المدينة المنورة. فإما جعفر الصادق كان فقيه بس فقهه لم يصلنا، ضاع. ما في مصر فيه عندنا مذهب الليث بن سعد ومذهبه ضاع أو فقهه ضاع. وطبعا جعفر الصادق ما كانش بيقول انا بعمل مذهب، او ابو حنيفه كان بيقول انا بعمل مذهب. هو كان شيخ في مسجد وبيدرس للناس وبيعلمهم. بعد ذلك الناس بتقول هذا مذهب ابو حنيفه، هذا مذهب جعفر، هو كذا. فتاوى جعفر الصادق الامام الشافعي اخذ منها، الامام ابو حنيفه اخذ منها. فتاوى مسلمه سنيه، هو جعفر مسلم سني اصلا. ولكن هو الكليني هنا في طهران، الطوسي في قم، الثالث في مشهد، وكل دول في الدوله البويهيه. بينهم وبين جعفر 3000 كيلو، وبينهم وبين جعفر في الزمن 150 سنة و200 سنة. فلا تتلمذوا على جعفر ولا شافوا جعفر ولا أي حاجة. وجعفر كان بينشر علمه فين؟ في المدينة. وجعفر قبره في المدينة المنورة حتى اليوم يعني. والعجيب إنه أنت بتقول أئمة الشيعة كلهم قبرهم فين؟ في المدينة المنورة، باستثناء سيدنا الحسين اللي قتل في قربلاء. يعني إيه يا جماعة يعيشوا في المدينة ويتوفوا في المدينة المنورة؟ يعني هم مسلمين سنة، لأن المدينة المنورة معروف أنها مسلمين سنة. وفي التاريخ توصف المدينة المنورة بأنها بكرية عمرية، يعني ولائها لأبو بكر وعمر، معروف هذا الكلام. إنما والله الشيعة كانوا في العراق، والشيعة اللي في العراق كانوا شيعة سياسيين، يعني هو بيعادي الحكم سياسيا، يقول أنا مع أبناء علي بن أبي طالب ضد الدولة الأموية أو ضد الدولة العباسية، لكن لم يكن يخترع أحاديث وفتاوى ويأسس دين جديد يعني. عندنا دي مشاهد. طب تعالوا بقى الأدلة من داخل الكتب أنه جعفر الصادق لا علاقة له، أن هذه كتب مكذوبة. أدي مثلا كتاب الكافي الجزء الأول. الناس اللي بتقول الكتاب حقيقة، لا، كتاب حقيقي ومخطوطة موجودة يعني. الكتاب ده على موقع إيراني يا جماعة، ادخلوا على هذا الرابط أهو، والرابط إيراني والنسخة إيرانية والنشر إيراني، ودي حاجة ليست محل من التشكيك في الشيعة. الإخوة المسلمين الأتراك أنا لا أعرف الكتاب لما ترجم بالنسبة لهم حذفوا الأحاديث الخاصة بالأتراك والأكراد ولا لأ، بس بالنسبة لنا احنا كعرب موجود يعني. احنا بنصدق الكليني، يعني هم مسمين الكليني ده ثقة الإسلام. تعالى ثقة الإسلام الكذاب ده ماذا يقول؟ اللي ربنا بيعذبه في نار جهنم بدم المسلمين اللي بيقتلون في سوريا والعراق. مثلا في عندنا الكليني ده وضع حديث اسمه حديث الحمار. أصبح اللي بيروي الحديث حمار، إن في حمار بيكلم جعفر الصادق وبيروي له، بيقول له أبي حكى لي أبيه الحمار عن جده الحمار عن جده الحمار. طيب هنقول معجزة، ولكن هو بيقول له جد الحمار الكبير كان في سفينة سيدنا نوح.
هو بيحكي عن 4 من أجداده الحمير. طب بين جعفر الصادق وبين جده الحمار الكبير في سفينة نوح كان فيه مئات الألوف من السنوات. فالحمار عمره كام؟ يعني 100 سنة مثلا. فعندنا 4 حمير 400 سنة، 500 سنة، 1000 سنة. فحتى الرواية منطقية لا تتصل بالحمار الكبير، على فرض ان الحمير روى ببعضها. تخيل بقى الكليني فيه أحاديث كثيرة على نهج حديث الحمار، في حديث الحوت. هنا بيقول لك ايه؟ وروياه. ركز في كلمة روية. احنا لا نعرف من الذي قال، زي كما نقول في العامية بيقولوا. هم مين؟ والله ما نعرف. بيقول لك روي أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أنا آسف قلت جعفر، لا هو علي بن أبي طالب، قال إن ذلك الحمار كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن أبي الحمار حدثني عن أبيه الحمار عن جده الحمار عن أبيه الحمار أنه كان مع نوح في السفينة، فقام إليه سيدنا نوح فمسح على كفله على جسم الحمار يعني، ثم قال نوح عليه السلام يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم، فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار. والبداية الحديث ايه؟ روياه. شوف كلمة روية دي، يعني راجل كذاب اصلا. طب ينفع يلصق هذه الاسناد بعلي بن ابي طالب؟ في حديث الحوت في الكليني، وفي حديث كتير يعني فضائح، مثلا الاكراد عفاريت ليسوا بشر، جن. في حديث انه الارض بيحملها حوت، وانه الحوت ده مره فكر يتمرد على الله، فربنا بعت له سمكه دخلت في خياشيمه فاهتز، فكلما اهتزت حدثت الزلازل. وفي انه في عجل بيحمل الارض على قرنه. امور بهذا كثيره جدا مضحكه، يعني ممكن نعمل حلقه كده اضحك مع الكليني يعني. وهذا مؤثر. وبعدين يقول لك ايه؟ ده الذي قاله ذاك علي بن ابي طالب، الذي قال ذاك جعفر الصادق. وحاشا ان يكون جعفر الصادق علي بن ابي طالب قال هذا رضي الله عنهما. فاللي احنا بنقوله انه ما فيش سند. هنا مثلا بيقول لك ايه؟ بيروي احاديث كثيره وبعدين يقول لك ايه؟ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن كذا عن من ذكره. الحديث بيروي عن مين؟ عن من ذكره. يعني في واحد يتكلم واحنا مش فاكرين هو مين. ما في حد روى اصلا. هو الكليني الف. الدوله البويهيه يا جماعه دي دوله مين اعدائها؟ العسكريين العرب اللي هم الخلافه العباسيه. فالكتاب كله مليء بأحاديث أن العرب كفار ولن يعتنقوا الإسلام أبدا ويجب قتلهم، وهم كانوا شغالين قتل في العرب. مين جنود الجيش الدولة العباسية؟ الأتراك، والأتراك كانوا مسلمين سنة. فأيضا الحديث كله أنه الرسول قال اقتلوا الأتراك، جعفر الصادق قال اقتلوا الأتراك، علي بن أبي طالب قال اقتلوا الأتراك، الهند، باكستان. ولذلك هو قاسم سليماني لما بيقتل في سوريا وميليشيات إيران بتقول لك أنا بقتل وفقا لجعفر. طب جعفر لم يقل أصلا. طيب هنا مثلا كتاب من لا يحضره الفقيه، ده لواحد اسمه أبي جعفر ابن محمد بن علي بن الحسين بابويه القمي نسبة لقم، يعني واحد إيراني يعني فارسي. والفرس فيهم مسلمين سنة وفيهم ناس بقية مجوسية عادي. يعني احنا بنتكلم في فترة قريبة من فتح فارس وقريبة من فتح منطقة طبرستان اللي هي في شمال إيران. المنطقة دي يا جماعة اسمها طبرستان، والمنطقة دي كلها جبال. دي اللي كان فيها الحشاشين اللي هم الفرقة الباطنية اللي كانت بتقتل سلاطين الدولة السلجوقية، وقتلت الوزير نظام الملك، الوزير المسلم التركي نظام الملك في الدولة السلجوقية. ولم يتم فتحها في عهد الخلافة الراشدة ولا في عهد الدولة الأموية. أخيرا في عهد الدولة العباسية في وقت متأخر جرى فتحها. وبعدها في فترة قصيرة قامت الدولة البويهية المجوسية، وهم مؤسسي الدولة البويهية يقولوا نحن أحفاد ملوك ساسان اللي المسلمين هزموهم. فهنا كتاب القمي في المقدمة بيقول لك عن تدخل الدولة البويهية في هذه الكتب. فبيقول إيه؟ إن الراجل ده ولد ونشأ بمدينة قم، استأذن من الملك ركن الدولة البويهي للسفر لزيارة ضريح الإمام الرضا عليه السلام. يعني مجرد إنه يزور قبر كان بيستأذن الملك. وطبعا اللي بيكتب الكتب دي والحاجات دي ودي كان عدد قليل، يعني منهم مثلا واحد مسؤول عن كرسي الكلام في بغداد، والبويهيين هم بيسيطروا، هم الذين عينوه. فاحنا بنتكلم ان دول مشايخ الحكومه. واي حرب احنا بنشاهدها حتى اليوم في ظل انظمه علمانيه بياتوا بالمشايخ ويقول لهم طلعوا فتاوى. يا جماعه طب انتوا علمانيين بتطلعوا فتاوى ليه؟ يقول لك وماله نحتاجها. والفاتيكان ما هم بيطلعوا فتاوى من الفاتيكان ان الشذوذ الجنسي ده حاجه عظيمه وفي المسيحيه، والاجهاض وماله، بالفاتيكان المسيحيه.
فالمشايخ ليسوا أحرار يعني. فده اللي حاصل، إما الناس دي عديمة الذمة والضمير وهم كذلك يعني، وفي نفس الوقت الناس ألفوا بقى كتب وألفوا بقى إيه حديث وكلام من هذا القبيل. طبعا هم ما استطاعوا أن يألفوا قرآن جديد لأن القرآن محفوظ سبحان الله، فادعوا إن في قرآن غير القرآن اسمه مصحف فاطمة، وقالوا إن ده معانا بقى، ده سري بقى سري. والفترة دي هي بتفسر لك الخرافة بتاع الإمام المهدي الذي نزل السرداب. وبعدين دخلت في الويكيبيديا بتاع الشيعة، كاتب لك الإمام المهدي ولد سنة مش عارف 300 وكم أيامهم يعني، والوفاة ما كاتبين حي، يعني لا يزال حي، بقى له 1000 سنة حي. وطبعا الدولة البويهية اخترعت هذه النكتة المضحكة لأسباب سياسية وعسكرية، ولا تزال إيران مصر عليها. يعني يا جماعة طلعوا فتوى، خلاص انت مفيش حد بيعيش 1000 سنة، طلع فتوى يا إيران إنه الإمام المهدي مات، مش لن نخرج هذه الفتوى أبدا. ايه احنا بنقول ان الامام جعفر الصادق كان مسلم سني، ملوش اي علاقه بهذه الخرافات. الدليل او الاحاديث الاقوال التي الصقت على لسانه بتسب في السيده عائشه، تسب في ابو بكر الصديق، عمر بن الخطاب. ابو جعفر الصادق رضي الله عنه هو جده ابو بكر الصديق، وجده علي بن ابي طالب، واولاده كلهم اسمائهم ابو بكر واسماء مسلمه سنيه. تعالوا نشاهد مثلا هنا حضراتكم سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ابنائهم اسمه ايه؟ ابنائه له ابن اسمه ابو بكر استشهد في كربلاء. لو سيدنا علي بن ابي طالب بيكره سيدنا ابو بكر ما كان اسمه ابن ابو بكر. ابنه الثاني اسمه عثمان استشهد في كربلاء. عمر وده استشهد في كربلاء، والكلام ده معترف به في كتب الشيعة يعني. طيب سيدنا الحسن رضي الله عنه له ابنه الكبير اسمه ابو بكر واستشهد في كربلاء، وابنه الثاني اسمه عمر استشهد في كربلاء. سيدنا الحسين له ابن اسمه عمر استشهد في كربلاء. طب سيدنا علي زين العابدين له ابن اسمه عمر وابن اسمه عثمان، ومحمد الباقر رضي الله عنه ايضا خلف جعفر. دي جعفر الصادق. جعفر الصادق بنته اسمها عائشه، وعمر، وفي عندنا عائشه وفي عائشه. وهؤلاء جميعا حتى الامام الحادي عشر عند الشيعه كان يعيش في المدينه المنوره ومسلمين سنه. ما فيش الا المهدي الذي اصلا لم يثبت تاريخيا انه كان موجود، هو اللي ادعوا انه موجود في بغداد. طب بغداد الان بيحكمها الشيعة، وفي دولة شيعية في العراق وايران، وانتوا عندكم الحرس الثوري. طب الامام ده مختفي ليه؟ ما يخرج يا جماعة، واصبحت الدنيا امنة، وتفضلوا يعني عينوه. يعني انتوا بتقولوا المسلمين السنة منعوا هؤلاء الائمة من ان هم يحكمون. طبعا كذب. يعني علي بن ابي طالب حكم رضي الله عنه، وابنه الحسن حكم وترك الحكم، وابنه الحسين كان ممكن يحكم بعد سيدنا الحسن وهو ترك الحكم. الحسين ترك الحكم لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. طيب حالا الحمد لله إيران شيعية والعراق شيعية، تفضلوا الإمام المهدي يطلع من السرداب ويعلن ونصبوه إمام، وأنا موافق، أنا جاهز أبايعه، يطلع بس من السرداب يطلع. لكن هي إيران لا تريد أن يخرج من السرداب أصلا، ولا تريد أن تنهي هذه الأسطورة، يعني سنخصص حلقة لذلك. هنا نسب الإمام جعفر الصادق. جعفر الصادق أبوه مين؟ واحد الحسين، وعلي زين العابدين، محمد الباقر، علي بن أبي طالب. فجده الكبير من ناحية أبوه علي بن أبي طالب. طب أمه اسمها أم فروة، أبوها اسمه قاسم، وقاسم ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبو بكر الصديق. أمها اسمها أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. فكان جعفر الصادق رضي الله عنه يقول: ولدني أبو بكر مرتين، ولدني أبو بكر مرتين، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نحن في الختام بنقول الآن يتضح لنا أن هؤلاء دجالين، ودول لا يعنون جعفر الصادق ولا غيره، والمسألة استرزاق، وبتدفع مرتبات وأموال لناس كي تؤلف كتب وحاجات من هذا القبيل عن جعفر الصادق وقاسم سليمان رايح يقتل، وبشار بيقتل، وهذا يقتل، والميليشيات شغالة تقتل، وتقول احنا بنعمل عن جعفر الصادق. واحنا بنقول لهم جعفر الصادق قال حديث الحمار ولا عن من ذكره؟ انت بتقاتل وفقا لدين الكليني ومذهب الكليني وفقه الكليني المجوسي. وفي الختام هنا محاضرات للدكتور طه الدليمي مهمة جدا عن هذه الأكاذيب. أرجو الاستماع لهذه المحاضرات،
هنا فيديوز بفيديوهاتي أرجو مشاهدتها، ورابط صفحاتي على الفيسبوك وتويتر أسفل الفيديو، وهنا قائمة بالفيديوهات التاريخية والوثائقية أرجو مشاهدتها، وأرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.